هنعمل مع بعض النهاردة البتنجان بطريقة مختلفة جدا غير اللي احنا تعودنا عليها. هتعجبكم جدا الطريقة وسهلة جدا وفي قنوات كتيرة مش هنستخدمها زي الصلصة. مش هنستخدم صلصة ولا توم. بتبقى خفيفة على المعدة. جربوها بنفس الطريقة بجد طعمها وهمي جدا. ان شاء الله هتعجبكم وتحفة بجد هتاكلوها في اي وقت. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد يفتح النفس بشوية عيش كده بقى مقمر، يعني من الفرن كده سخنين او متلدين زي ما بيقولوا كده. هيبقوا طعمهم تحفة جدا ومش محتاجة اي اكل طبعا جنبيها تاني. هي لوحدها كفاية. طعمها بجد خطير وتحفة. طبعا اللي لسه ما عرفنيش انا اسمي سولا، واتمنى طبعا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من عندي. وكومنت كده حلو منكم، وعايز اعرف بتتابعوني من اي بلد، واكتبوا لي في التعليقات بتعملوا عملتوها بنفس الطريقه دي ولا لا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل مع بعض البتنجان ازاي. انا جبت هنا كام واحده من البتنجان. تمام. طبعا الكميه اللي انت عايزاها. ابتدي ان انا اقطع البتنجان. انا بحب اقشره بس بحب اسيب شويه، يعني كام شريحه من القشره بتاعته يدي شكل كده. وطبعا انتوا عارفين فوائد القشر كويس، فوائده كتير جدا. تمام. والبتنجان طبعا فوائده كتيرة جدا. طبعا مش هندخل بقى في تفاصيل الفوائد، لان طبعا لو انا اتكلمت عن فوائد البتنجان مش الحلقة او الفيديو هيطول عليكم. هقطع البتنجان مكعبات زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت كده. تمام. طبعا هكون محضره مصفى جنبي وشويه ملح طبعا، علشان بعد ما اقطع البتنجان هنرش المكعبات دي بالملح ونسيبه لغايه الميه بتاعته تنزل. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا جايبه كيلو من البتنجان، حوالي 3 وحدات من البتنجان زي ما انتم شايفين كده. برش عليه رشه من الملح وابتدي ان انا احطه بقى في المصفى جنبي، واقطع شويه فلفل. فلفل بقى الوان، فلفل اخضر. انا هنا كان عندي فلفل الاخضر. هقطع برضو كله مكعبات مش صغيره، مكعبات كده كبيره زي ما انتم شايفين. وبشيل البذر بتاع الفلفل وبقطعه بقى برضو مكعبات. وهجيب بقى وكمان معايا قوطه طماطم والفلفل بس. وهتشوف الاضافات اللي احنا هنحطها. مش هنحتاج صلصه، مش هنحط توم. تمام. هتبقى خفيفة على المعدة. والطماطم هنا هقطعها زي ما انتم شايفين اربع كده. هقطعها بالنص، والنص طبعا بتاع الطماطمايه هقطعها ل3 قطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هجيب بقى طاسة كده على النار ونحط فيها شوية من الزيت، وهنزل بالمكعبات البتنجان في الطاسة. مش هنقلي ولا حاجة، هنشوح البتنجان تشويحة كده ياخد لون بسيط. وبعد كده هنشيله زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. انا عايزة كده بس كده. ما بدلوش، مش بقليه، ما بياخدش زيت كتير. مش هنعمل طبعا ما بنعمل المسقعه بتاخد زيت كتير جدا لما بنقليها. انا مش هاخد، ما خدناش زيت. شويه الزيت اللي احنا حطيناهم دول، لو احتجت كمان شويه صغيرين بضيف شويه صغيرين. وبجيب زي ما انتم شايفين كده حوالي معلقه كده او معلقتين، وابتدي ان انا اشوح برضو الفلفل بنفس الطريقه ياخد لون معايا. وبعد كده هنشوف هنعمل بقيه المكونات ازاي. عايزه اعرف انتوا عملتوا نفس الطريقه كده للبتنجان. المسقعه دي غير المسقعه اللي احنا بنعملها، بجد تحفه جدا. انا هنا رشيت معلقه من الثوم البودر ومعلقه من الكمون. تمام. وبقلب بقى في الطماطم مع الفلفل، وبنزل بالبتنجان. خلصت معايا بكل سهوله، ما خدتش مني وقت. بس عايزه اقول لكم طعمها تحفه. وبعصر كده عصره ليمونه عليها كمان، وهتشوف الاضافات اللي انا هحطها برضو. هنا معايا دبس الرمان. بيوديها في حتة تانية خالص، وديها طعم رهيب بجد. طعمها تحفة جدا. حط معلقة من الدبس الرمان او معلقة ونص كده، وبغطيها شوية. وادي كده خلاص خلصت معانا. طبعا دبس الرمان بيتخليها طعمها تحفة. انا عايزاكم تجربوها ان شاء الله تعجبكم بجد. جميلة جدا. بس شايفين شكلها تحفة وشاهي كده. هحطها بقى كده في طبق،
وكده خلاص خلصت معانا الوصفة النهاردة، وصفة المسقعة. انا هقول عليها المسقعة. بس بجد تحفة، غير اللي احنا بنعملها وصلصة وتوم وتبقى تقيلة كده على المعدة. لا كده خلاص خلصت معانا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.